عشان تحافظ على الويلز بتاعتك وتخليها تعيش اطول فترة ممكنة لازم تعمل لها روتيشنز كل فترة. اهلا بيكم. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نعمل روتيشن للاوربن سكيت 3 ويلز. هنفك كل الويلز اللي في الفردة اليمين والفردة الشمال، هنخليهم هما الاتنين قصاد بعض بالترتيب بالظبط. بالشكل ده احنا عندنا صف الويلز اليمين قصاد صف الويلز الشمال. هنبدل الويل رقم 1 من اليمين مع الويل رقم 2 من الشمال. ويل رقم 2 من اليمين هتتبدل مع ويل رقم 3 من الشمال. ويل رقم 3 من اليمين هتتبدل مع ويل رقم 1 من الشمال. وبعد كده هنقلب كل ويل لوحدها على حسب الاتجاه بتاع الرسمة بتاعتها. يعني لو احنا في المرة الاولى كانت الرسمة بتبقى لبره، يبقى نركب الويل بالعكس تبقى الرسمة لجوه. بطريقة تانية كل هدفنا ان احنا نخلي التآكل بدل ما هو لجوه يبقى لبره، فاحنا هنخلي كل الويلز التآكل بتاعها لبره. بعد كده هنركبهم في السكيت بنفس الترتيب. لو السكيت بتاعك 4 ويلز مش 3 ويلز فهتلاقي فيديو على البروفايل لل4 ويلز.